يا مساء الفل والياسمين على كل عشاق الفن اللي منورنا. عارف انت لما تبقى قاعد بتتفرج على فيلم كده وفجأة يطلع ممثل على الشاشة فتنط من مكانك وتقول ايوه هو ده الراجل ده، انا عارفه ده اللي كان عامل دور مخبر في فيلم كذا، او البلطجي اللي كان بيضرب البطل في مسلسل كذا. تيجي بقى تسأل اللي قاعد جنبك طب اسمه ايه بقى، تلاقي الصمت رهيب بقى حل في المكان ومحدش عارف له اسم، بس الكل حافظ شكله وعارف صوته وعارف كل افلامه، لكن محدش يعرف اسمه. دول بقى يا سيدي جنود السينما المجهولين، دول الوجوه اللي بنعشقها وبنشوفها وعارفين أعمالها في الأفلام وفي المسلسلات أكتر ما بنشوف أصحابنا وعارفين أساميهم. دول دايما تايهين مننا في تترات النهاية أو تترات البداية، واللي دايما بيتذكر اسمهم بطريقة عشوائية من غير صورة أو بتطلع من غير ما احنا بناخد بالها. احنا بقى مش جايين نتفرج وبس، احنا جايين نرد الجيبة للناس دي ونعرف هما مين وبدأوا ازاي وليه سابوا علامة في قلوبنا وعملوا علامة من غير ما نعرف حتى اسمهم. ورق سينما بين السطور حكاية. عايزك بقى تركز معايا، هات كوباية الشاي المتينة بتاعتك واظبط قعدتك ويلا بينا نبدأ ونفتح الورق في ورق سينما، ويلا بينا نبدأ بين السطور. ونبدأ بالفنان الأول محمود الزهيري. محمود الزهيري من مواليد سنة 1922 من محافظة الدهالية. سنوات النشاط بتاعته بدأ سنة 51 وخلص سنة 91. أول ظهور ليه كان في الأول الأربعينات كده في فيلم مجد ودموع بطولة محمد فوزي ونور الهدى، لكن بدايته الحقيقية هو في فيلم وهيبة ملكة الغجر بطولة كوكا وعبد العزيز محمود، وبعد كده فيلم سجارة وكاس سنة 1955 بطولة داليدا وسامية جمال. على فكرة داليدا رغم انها معاها الجنسية الفرنسية رغم انها مولودة في شبرا هنا في مصر ومعاها الجنسية المصرية برضه. بعد كده اتطلب منهم كتير بقى وبدأ ان هو يطلب في التلفزيون لحد ما وصل رصيده في الأعمال الفنية أكتر من 100 عمل فني، ولحد ما جه أشهر دور ليه والفيلم اللي خلاه يتعرف قوي سنة 1984 فيلم واحدة بواحدة بطولة عادل إمام وميرفت أمين، وخد لقب من بعدها الدكتور أيوب، الدكتور المجنون اللي اخترع الفنكوش. ايه بقى اللي ميز استاذ محمود الزهيري عن باقي الممثلين التانية او عن باقي الكومبارس؟ طبعا احنا لو هنجيب سيرة الكومبارس كلهم كتير جدا ومش هنخلص، لكن في ناس بتعلم معانا وفي ناس مش بتعلم. واللي ميز استاذ محمود هو شكله وطريقة كلامه. يعني اولا الصلع اللي في الوش طبعا دي حاجة مميزة جدا، وصوته العالي على طول، الطريقة دي بتعلق مع المشاهد شوية. وسنة 1992 اتوفى الممثل محمود الزهيري عن عمر 70 سنة. نيجي بقى لرقم اتنين، والرقم ده يعني الممثل ده مفاجأة. الممثل ده محبب لقلب ناس كتيرة جدا وناس كتيرة قوي بتحب انها تتفرج عليه، وانا متأكد جدا ان مفيش حد بيتفرج على تلفزيون او على افلام غير لما يعرف الممثل ده لكن ما يعرفش اسمه. رغم ان في ناس ممكن تقولك تتضايق منه او متضايق منه، وفي ناس مثلا بتقول كلام مش لطيف عليه، لكن برضه بيحب انه يتفرج عليه عشان ما ننكرش ان الراجل ده دمه خفيف. معانا الفنان، وهقول فنان مش بس ممثل، حسن الديب. الأستاذ حسن الديب الله يرحمه من مواليد 1945 ومن مواليد الزقازيق في مصر، راجل شرقاوي أصيل. الراجل ده كل مشاهده طبعا كوميديا، الراجل ده أغلبية الأطفال بتحبه، والراجل ده بصراحة قلبه جميل جدا ودمه خفيف جدا والله، وما مسمحش لأي حد إن هو يفضل يتريق عليه أو يقول حاجة وحشة. الراجل طالع محتوى ترفيهي، محتوى كوميدي، وبيحب الأطفال والناس كلها بتحبه وهو بيحب كل الناس. خلينا نبدأ باسمه الحقيقي، اسمه حسن جميل أحمد الديب من مواليد محافظة الشرقية سنة 1945. والفنان حسن حاصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس سنة 1967، وبدأ حياته الفنية بالمسرح. أول حاجة طبعا في المسرح في المدرسة، بعد كده المسرح في الجامعة، بعد كده شارك في بطولات من المسرحيات، وبعد كده المسرح والتلفزيون وإلى السينما. من سنة 1972 ل 78 كان شغال في مسرح الأطفال، ومن سنة 1983 ل 2002 كان شغال في مسارح الدولة.
وشارك الفنان حسن الديب حوالي 25 فيلم، على الرغم من ان هو ما خدش بطولة خالص ولا مثلا دور كبير، لكن هو حقق بصراحة نجاح في انه يعرف يسيب بصمة في قلب وعقل كل مشاهد اتفرج عليه. طبعا مش محتاج اقولك هو اشهر اعماله ايه، عشان انت كده كده عارف هو ظهر في ايه. لكن من الادوار المميزة اللي هو عمل مثلا مع محمد هنيدي في صاحب صاحبه، او مثلا في عريس من جهة امنية مع الفنان عادل امام وشريف منير. الفنان ده بصراحة رغم ان هو ما ظهرش كتير، رغم ان هو اتعرف في سرعة. وسنة 2005 اتوفى الفنان حسن الديب، وفنانين كتير قوي زعلوا عليه. والمعلومة بقى اللي الناس كلها ما تعرفهاش، لكن كذا فنان صرح بحاجة زي كده، زي ما انتوا شايفين ان هو زي في ناس يعني سوري بتقول عليه ان هو شخص مش جد يعني في تمثيله، بيطلع يهزأ نفسه. الشخص ده كان عنده كمية احترام واحتفاظ بالذات ووقار خارج الفن وخارج التمثيل، لكن هو الراجل دارس وحابب المهنة بجد. الله يرحمه. نيجي بقى للوشوش المحفورة والأسامي المجهولة بنسبة 100%، اللي متأكد محدش يعرف اسمها خالص، لكن الكل عارف وشها. يعني أشهر وش في الكومبارس تما برنس عبد الغني وبرنس عبد الحميد. يعني برضو حتى الاسم ناس بتكتب كده وناس بتكتب كده. هي ممثلة مصرية عامة، يعني بدأت حوالي كده مثلا. والممثلة برنس عبد الغني بصراحة دي من قصص المأساوية اللي مش هقدر بصراحة احكيها، ولا هقدر اجيب مشاهد ليها وهي بتعيط. لكن كل اللي اقدر اقولها ان هي اعتزلت لما صحتها بصراحة ما بقتش تسمح ليها انها تطلع في مشاهد حتى لو مشهد صغير. والفنانة ديت باعت كليتها ب10 تلاف جنيه عشان خاطر بس تعالج امها، رغم ان هي اصلا مريضة بمية على الرئة. يعني ربنا يتولاها لو كانت لسه عايشة، والله يرحمها لو كانت. الله يرحمها يعني. تعالى بقى نتكلم على ممثل برضو معروف انه هو بيظهر كومبارس، لكن برضو محدش يعرف اسمه، وهو الممثل جمال حجازي. جمال حجازي من مواليد 72، عمل أعمال فنية كبيرة جدا وعددها كتيرة جدا، ومن أشهرها مثلا فيلم اللي بالي بالك مع محمد سعد، كان هو بيهرب في عربية الخضار هو والتاني، وكانوا بيشربوا السجارة في الحمام. يعني أغلبية مشاهده برضو صغيرة كده وملهاش مثلا دور كبير. ارجو ان محدش يستغرب مثلا يعني ان اجيب ممثل يقولك ده انا هحكي لك عنه، وتستغرب مثلا ان مش بقول تفاصيل كتير عن حياته. اولا الممثلين دول رغم ان هم عاملين تأثير اساسي في السينما المصرية، وهم مثلا العمدان اللي شايلينها. يعني مثلا البطل طبعا اكيد مش هيطلع يمثل مع نفسه، لازم كومبارس واتنين وتلاتة ممثلين ملهمش مثلا تأثير على الفيلم، لكن ليهم تأثير في السينما، ودولش أشخاص أساسيين. فالممثل ده رغم ان قلة مشاهده وقلة حجمه مثلا في السينما، رغم ان هو برضه شخص أساسي والناس بتحتاجه والناس ان هو ناس تتفرج عليه. طبعا بعد كل مشهد عشناه وكل ضحكة وإفيه عملوه معانا بفضل الوجوه العظيمة دي، الناس دي تستاهل مننا تحية، ولا تحية نقدمها ليهم إننا نفتكرهم ونعرف أساميهم، عشان مثلا لما نشوف الممثل ده نفتكر اسمه، ولما تعرف اسمه تفتكرني أنا. ولو الفيديو ده فكرك بحد من حبايبنا من جنود السينما المجهولين دول، وصح اللي جواك مثلا او نوستالجيا مثلا بتاعت الافلام الحلوه، ما تبخلش علينا بلايك المتين، واعمل لنا اشتراك في القناه وسبسكرايب، فعل الجرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنفتحه في ورقتنا. وقبل ما تقفل انزل تحت في الكومنتات وقول لي مين اكتر ممثل من دول كنت بتشوفه دايما وكان نفسك تعرف اسمه. ولحد هنا ورقنا النهاردة خلص، بس حكايتنا عن سحر السينما ما بيخلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام يا احلى جهود. مجنون أفلام، ورجعنا تاني نحكي حكايات الشاشة الكبيرة. Diving in the director's mind and the actor's soul. بين السطور نشوف سحر الكلمة في ورق السينما، ونرجع بالزمن الجميل لكل لقطة أصلية. مجنون أفلام، هنا السينما حياة.